بالتنسيق مع مكتبة المطالعة البلدية سلم الشبيكي، وفي إطار انطلاق النشاطات الثقافية لنادي القراءة المبدعة لجمعية الجيل الجديد ببلدية شريعة في مستهل السنة الجديدة 2024، نظم هذا الأخير لقاء أدبيا فكريا ثريا استضاف من خلاله الإعلامي والأديب محمد الزين ربيعي من دائرة بئر العطر، أين تعرف الجمهور الحاضر من القراء على أهم إصداراته الأدبية. يقول السيد عمر بوعكاز رئيس جمعية الجيل الجديد: إطار انطلاق النشاطات الثقافية لنادي الجيل الجديد للقراءة المبدعة في عامه الثاني، استهلينا هذه السنة إن شاء الله بالنشاط الثقافي الأول استمرار لاستضافة المبدعين والأدباء والفاعلين الثقافيين، إثراء هذا النادي بحوارات وحضور كذلك الجمهور المتعطش خاصة للإصدارات الجديدة. كان نجم هذا اللقاء هذا اليوم سنة 2024 الأستاذ محمد الزين ربيعي، الذي له العديد من الإصدارات الأدبية خاصة في المجال التاريخي وكذلك في مجال فن السرد. طبعا هذا اللقاء كان جميل جدا ورائع، خاصة وشرفنا السيد محمد الزين ربيعي الذي حكى كذلك على تجربته الأدبية وكذلك مسيرته الثقافية في ولاية بسة، أهم إنجازاته تحدث عنها مستقبليا إصدارات أخرى بحول الله. وهو الشيء الجميل أنه تم البيع بالإهداء، وكان هذا الشيء الجديد إن شاء الله في هذه السنة سوف نستمر به في لقاءاتنا الأدبية باستضافة إن شاء الله وجوه أدبية أخرى. اللقاء الأدبي الثقافي كان فرصة سانحة للحضور لمعرفة التجربة الأدبية في مجال النشر والإبداع. يقول الأديب الإعلامي محمد الزين ربيعي: تشرفت كثيرا وامتلأت فرحا وبهجة في بداية هذه السنة 2024 التي أهنئكم بحلولها. تشرفت كثيرا بدعوة جيل المطالعة المبدعة ببلدية شريعة من طرف الإعلامي الأستاذ عمر بوعكاز وثلة من المثقفين وأبناء الشريعين. عرضت تجربتي الأدبية والثقافية وقمت بإهداء بعض الكتب وبيعها بالتوقيع، كما ساردت سيرتي الأدبية والثقافية خاصة في مجال الكتابة والتأليف، واسترجعت كثير من ذكرياتي مع أدباء ومثقفي الشريعة، القلعة الثقافية التي كانت لنا فيها صولات وجولات بداية من سنة 1980 إلى اليوم. استرجعنا كثير من الذكريات والمحطات، والتقينا ببعض الأدباء والمثقفين الذين أشكرهم وأشكر الإخوة الذين دعوني للمكتبة البلدية. وعلى هامش هذا اللقاء الذي اختتم ببيع بعض إصدارات الكاتب الضيف مدموغة بالإهداء والتوقيع، رصدنا هذه الانطباعات. كان لقاء ثقافي مزيج بين طلبة جامعة ثانوي متوسط، حضور السيد الأديب محمد الزين ربيعي. كان لقاء شيق، يعني عرفنا بمراحل حياته، كيف دخل للكتابة للإعلام، تعرفنا على جرائد لم نكن نعرفها قبل، كذلك تحدثنا على الأدباء والشعراء تاع مدينة الشريعة، يعني كنا ما نعرفوهمش، بالعكس اليوم استفدت كثير. كان لقاء شيق مع الأديب محمد الزين ربيعي، بدنا بأفكار وتجارب، كان لقاء جميل جدا. مشكور على هذا اللقاء. لقناتي على اليوتيوب أراسلكم أحمد بوغر. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.